السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابع قناة مجنون حلاقة، أهلا بيكم. موضوع النهاردة عن مكوة بروتين، أفضل مكوة موجودة حاليا في السوق المصري من وجهة نظري الشخصية، عشان بس الناس اللي بتقعد تقول لك أنت بتقول أحسن مكنة، أفضل مكوة، هي الحاجات دي كلها من وجهة نظر أنا. فمع احترامي للجميع، أي حاجة بقدمها عندي هنا على القناة هي بتبقى الحاجة اللي أنا بقتنع بيها شخصيا، الحاجة اللي بيعجبني شغلها فبقرر أعمل عليها الفيديو. فالنهارده هتكلم عن مكوة هي الافضل حاليا من وجهة نظري في كل المكوات اللي موجودة لشغل البروتين وكمان الكوي العادي. دي موضوعنا النهارده، مكوة اباظة اصدار 2024. المكوة زي ما حضراتكم شايفين كده، العلبة بتاعتها معدن، لان نزل منها اصدار قبل كده كان العلبة كرتون وعملت عليه ريفيو سابق. المكوة العلبة بتاعتها معدن زي ما انتم شايفين، مفيش عليها اي ورق ملزوق. وهقول لك خلال الفيديو، او هقول لحضرتك خلال الفيديو، ايه هم العلامات اللي بنعرف نقيم بيها المنتج اللي قدامنا، خصوصا مكوات الشعر اذا كانت اصليه او غير اصليه. يلا نشوف المكوه شكلها ايه. ده شكل المكوه بتاعتنا، مكتوب طبعا على العلبه اصدار 2024. اسم الاصدار ده هو اباظة كينج، لان كان في منها الكنزي اللي عملت عليها الريفيو اللي قلت لحضراتكم عليه. المكوه 750 درجه، بتبدا معايا درجات الحراره بتاعتها من اول 550، وبقدر ابدل بين الدرجات. نشغلها كده علشان نشوف شغلها عامل ايه، وكمان نتاكد انها تنفع كبس بروتين ولا ما تنفعش، لان دي اهم حاجه عندنا. السلك بتاعها اطول من حوالي 2 متر وشويه، والسلك بتاعها دوار 360 درجه عشان ما يتقطعش ولا حاجه. المكوه زي ما حضراتكم شايفين كده، اول علامه بقى بعرفها في المكوه اصليه ولا مش اصليه هي من خلال العلبه. العلبه ما بيكونش عليها اي ورق لزق، دي كده العلامه الاولى. العلامتين تانيين بيبقوا موجودين على المكوه نفسها. العلامة الأولى من العلامتين دول وهي الحفر الخارجي على المكوة نفسها، على جسم المكوة محفور عليها كلمة أباظة. العلامة اللي بعد كده وهي من داخل المكوة نفسها، بلاقي قصاد الزراير، ادي الناحية اللي فيها الزراير وادي الناحية المقابلة ليها، بلاقي كلمة ميد ان كوريا طباعة على المكوة، مش ورق لزق، مطبوعة مش ورقة ملزوقة، ومكتوب عليها الواط او الفولت بتاع المكوه نفسها. طبعا هي 750 درجه حراره، بتبدا زي ما قلت لكم من 550 لحد 750. هنيجي بقى للفقره اللي معظم الناس بتحبها ومستنياها، فقره الساحر، فقره البروتين. علشان تتاكد ان المكوه بتاعتك او المكوه بتاعتك تنفع تكبس بروتين ولا لا، بنعمل لها اختبار صغير كده على ورقه بيضاء. هنعمل الاختبار ده، بس عايز اقول لكم حاجه مبدئيا. لما بشغل المكوه بضغط هنا على زرار التشغيل، فبيجي لي البيان على طول على اول درجه حراره اللي هي 550 درجه فهرنهايت مش مئويه. بسيب المكوه تاخد سخونيتها. لو انا بقى هجرب ان انا افرد شعر ولا حاجه، بدي الدرجه الاولى وبعدين اجيب خصله كده وامشي عليها بالمكوه. لو الخصله دي الدرجه دي ناسبت خصله الشعر بتاعتي يبقى كده تمام، توكل على الله وكمل باقي الكوي. ما نفعتش بعلي درجه من نفس الزرار بتاع الباور، تمام، واجرب تاني وافضل اعمل كده لحد ما اوصل للدرجه المناسبه للشعر، الدرجه المناسبه لكوي الشعر. هنيجي بقى على البروتين، لا انا هعلي المكوه لاعلى درجه ممكنه وهي 750 درجه الفهرنهايت. هستنى البيان الاحمر اللي بيروح ويجي ده يثبت، وبعد كده هبدا اشتغل بالمكوه بتاعتي لحد ما المكوه تسخن وتاخد سخونيتها كويس كده، وبعدين ابدا اعمل الاختبار بتاعي. في شغل الكوي العادي، الناس اللي بتشتكي من ان الشعر بيهيش اثناء الكوي يقول لك المكوه بتهيش لي شعري. مفيش حاجه اسمها المكوه بتهيش الشعر، لا، في حاجات كده لو عملتها او لو حضرتك عملتيها لازم شعرك يهيش بعد الكوي. ثبتت معانا هي على ال 750، بتجيب الورقه واقفل عليها المكوه كويس جدا وحوالي 30 ثانيه. اثناء ال 30 ثانيه دي هقول لحضراتكم على الحاجات اللي تخلي الشعر يهيش بمجرد ما يتكوي. اولا ان حضرتك مثلا ما نشفتيش الشعر كويس من الميه وفردته وفرد بدرجه عاليه، هيديني حاجه اسمها كوي وهمي او فرد وهمي، اللي هو الشكل هيبان ان هو مفرود، لكن بعد ربع ساعه نص ساعه هتبص تلاقي الشعر لم تاني. ده اول حاجه. تاني حاجه معايا تخلي الشعر يهيش، ان حضرتك لما تيجي تفردي الشعر ما تفردهوش بالدرجه المناسبه ليه. لقيت الشعر بيفرد معايا من درجه حراره قليله فمش هعلي، لا غلط، علي درجه الحراره تناسب الشعر. لو الشعر فيه زيوت هتلاقي الشعر بيدي دخنه بسيطه كده، ده طبيعي من تفاعل المكوه مع الدهون اللي بتبقى في الشعر، ده طبيعي. والاهم من ده كله علشان تضمني ان الشعر ما يبقاش هايش اثناء الكوي ولا بعده، السيرم. سيرم قبل او بعد الكوي
ده هيخلي الامور تبقى تمام، وانا بفضل انه قبل الكوي وبعد الكوي الاثنين مع بعض. نفتح بقى اهو الورقه اهي، تغيير اللون هو ده لو حضراتكم شايفين تغيير اللون كده. طالما المكوه غيرت لون الورقه من اللون الابيض للون اغمق، يبقى المكوه دي تنفع تكبس بروتين، هتكبس بروتين بكفاءه كمان. انا بشوف ناس بتعمل الاختبار ده في 10 ثواني بتلاقي الورقه مش اصفرت، بتلاقي الورقه بقت سودة، يعني مكان المكوه نفسه بيبقى اسود غامق جدا في 10 ثواني. ده خطر. ومفيش حاجه اسمها يا جماعه 980 درجه حراره. ايه 980؟ معلش يعني مع احترامي لكل الناس اللي بيروجوا للمكوات دي، يعني ايه 980 درجه فهرنهايت؟ هتعمل ايه؟ هتروح فين تاني؟ انا بقول ان اقصى درجه حراره المكوه توصل لها هي 750، بتبقى مناسبه جدا لكوي الشعر وكمان كبس البروتين. المكوه متوفره عندنا في سنتر مجنون حلاقه، ومعاها حاجتين مهمين جدا مش هتلاقيهم في اي حته، ممكن تلاقي واحده وما تلاقيش الثانيه. اول حاجه وهي كارت الضمان. كارت الضمان بيبقى موجود مع المكوه نفسها. طيب لما هتاخد كارت الضمان ده هتروح فين؟ ده كده ضمان المنتج. فين بقى ضمان البائع؟ هو ده الحاجه الثانيه اللي بقول لحضراتكم عليها، ان حضرتك لما هتطلب المكوه هتاخد من عندي فاتوره بضمان عليها اسم السنتر نفسه وعليها العنوان بتاعنا وكمان عليها ارقام التليفون. هو ده الضمان الحقيقي اللي تدور عليه، ومش شرط تشتري من عندي. انا بشرح لحضراتكم المنتجات، ومش لازم او شرط انك تشتري من عندي، ولكن حاجه مهمه جدا للناس اللي بتشتري مكوات من اي مكان وبيقول لك انها اصليه، اطلب منه ضمان. يقول لك خلاص ضمانها سنه 2 3 زي ما يقول، مش مهم زي ما يقول بقى مده الضمان قد ايه. المهم ان الضمان يكون بعنوان فاتوره ترجع لها لو حصل حاجه في المكوه بتاعتك. ده كان الريفيو بتاعنا عن مكوه اباظه اصدار 2024 اللي تم تجربتها على مدار 8 شهور فاتوا، والحمد لله مفيش منها اي مشاكل. تحياتي لحضراتكم، ويا رب الريفيو يكون عجبكم. سلام.